مين صاحبك الحيوان ده؟ وليد يا بابا. وليد عبد القادر لو انت فاكره. وليد؟ وليد بتاع زمان؟ مش ده الواد اللي كنت بعاكس امه؟ هو يا بابا. يا سلام، دي كانت ايام. امه دي يا ولا بص انما ايه حاجه كده على ذوقك. انا فاكر مره كده اتحرشت بيها يا طلعت تجيب ابنها. اتحرشت بيها بالكلام بس يعني، بس كان يجي منها. هي اراضيها فين دلوقتي؟ يا بابا ارضي ايه يا بابا؟ يا بابا انا بكلمك فيه وانت بتكلمني في ايه؟ يا بابا انا جاي لك عشان اتكلم معاك لان انت الرمز والقدوه، انت ابويا. ده مصدر رمز ده؟ رمز ايه يا ابني؟ انت عايز تودي نفسك في داهيه ولا ايه؟ اضحك، ده افيه من افيهات سيبك يا بابا دلوقتي من الافات وخلينا نتكلم بجد. بس خلي بالك ده انا رمز ورمز جدا كمان، بس غصب عني يا ابني. جت في بالي طنطك نجوان، كانت كانت حته، انما ايه كانت مثيره ولا. بس بقول لك ايه، كانت ست هبله. واد ابنها ده اهبل زيها. الكلام اللي قاله ده كلام صيع وحشاشين. طب وليه يا بابا ما يكونش كلامه صح؟ لا يا ابني لا، احنا واخدين واحده بنت ناس، بنت اصول، بنت عيله. ما حدش يقدر يتكلم على اخلاقها ابدا. وبعدين خلي بالك بقى، انا ابص للست دول نظره واحده اجيبها من فوق لتحت من اولها لاخرها. البنت دي تمسك فيها بايدك واسنانك. خضتيني. ايه ده؟ انت هنا؟ انا قلت يعني انك زعلتي واتقمصتي ومش هترجعي البيت. ما انا كنت فعلا زعلانه ومقموصه، ما كنتش ناويه ارجع. امال ايه اللي حصل؟ مروان، انا مش ست وحشه وعندي قلب، وبيفرق معايا قوي التفاصيل الصغيره. اصلا انا يعني لما قعدت مع نفسي كده وهديت وفكرت، بصراحه كده افتكرتك لما جيت لي المكتب وطلعت تجري ورايا، وافتكرتك كمان لما جيت لي عند ماما في البيت واحترمت ان انا مش عايزه اشوفك. كل ده بصراحه خلاني كده اقول يعني انه ما ينفعش بعد كل اللي عملته ده ان انا ما اجيش واصالحك. الحمد لله على السلامه يا سلمى. هي دي سلمى اللي انا عارفها، دي سلمى اللي انا بحبها. طب ايه رايك بقى ننسى كل اللي فات كأن اليومين دول ما حصلوش خالص؟ وانا موافق جدا. انت جيتي امتى؟ قبلك بدقيقه على طول. هو انت كنت فين؟ مفيش، انا يعني قلت ارجع البيت مش هلاقيكي فقعدت الفلف شويه يعني. بقول لك ايه، تسمحي لي اقلعك الجاكيت؟ رهيب، ما بفكرش غير في الحاجات دي. طب خلاص بلاش افكر في الحاجات دي، بلاش خلاص. لا 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 خلاص. لا بلاش. خلاص الحقوني. يا رب. ايه ده؟